Hello guys, about your tips and tricks about college man. Hey yo, what's up my niggas. النهارده هنتكلم في حلقة مهمة خالص ألا وهي tips and tricks للجامعة. معاكم زميلكم محمود، طالب سنة رابعة علاج طبيعي. اخوكم محمود. لا زميلكم حلو. يا اخوكم يا انت خليك اخوك، انا مش اخوك. معاكم زميلكم محمود، سنة رابعة علاج طبيعي جامعة سفنكس. وانا معاذ في رايحة رابعة طب اسنان في سفنكس البروفيس. إذا سم جامعة. بالظبط. شوية تيبس كده نقولها لو انت شخص طالب لسه داخل سنة أولى جامعة، لازم تاخد بالك منها. أول حاجة معانا ألا وهي الGPA. هو الجي بي ده عبارة عن بيكون زي التقدير بتاعك انت. التقدير ده بيكون على حسب انت كم الدرجات اللي نقصتها، وبيحسبوها لك بطريقة ما كده، فبيخلوا لك الجي بي ده من 4. هي حسبة كده تبعها، انت فكك منها خالص، بس ده يعتبر التقدير بتاعك انت في الكلية. فايه اهم حاجة في الجي بي، واهم حاجة في السنين بتاعت الجي بي دي السنة الأولى، ذا فيرست يير، هي اللي بتتحكم في الجي بي كله. هي الفكرة إن السنة الأولى صعب إن أنت تعوضها فيما بعد، لأن الGPA ده بيكون بيتجمع تراكمي، فاهم، وبيتقسم على عدد الترمات. فأنت دلوقتي السنة الأولى دي جبت فيها GPA قليل، هتفضل باقي السنين بتعاني عشان تطلع الGPA ده. واحنا طبعا معانا حاليا في الدفعة ناس كده وفي كل السنين بيكون في ناس نفس الموضوع ده، وكل نصيحتهم هي عبارة عن اهتم بالGPA. في ناس بتكون داخله فاكره ان سنه اولى دي هتعدي بالحب وشيل الطريق كاب وهنلعب وهنيجي في الاخر ونذاكر والكلام ده كله. لا، ما بيحصلش كده، وفي ناس بتعيد وفي ناس بتسقط وفي ناس بتنزل سمر، سواء انت جامعه خاصه او جامعه حكومي. وطبعا الحكومي بيكون اصعب من الجامعه الخاصه. على فكرة أول سنة دي بتكون هي أسهل سنة في الكلية في الغالب، لأن أنت بتكون عبارة عن بتقول لك عيد تاني يا استاذ، البدا فشخت. هي أول سنة في الكلية دي بتكون هي يعتبر أسهل سنين الكلية في أي جامعة عامة، لأنها بتكون عبارة عن انترودكشن، هي اللي بتخليك بتتهيأ إنك تخش تدرس المواد دي في الكلية أو المواد بتاعة التخصص بتاعك. فأيوه هي بتكون سنة سهلة، بس في نفس الوقت محتاجة منك أنت إيه، تاخد بالك منها شوية. اسهر واطلع ومش عارف مين والكلام ده كله كويس، بس لازم تاخد بالك منها شويه، لان هي زي ما قلنا الجي بي ده بيعتمد اعتماد يعتبر بشكل 90% على اول سنه دي. ظبطتها كويس هتفضل مرتاح. انا عمري جوه كلام الهواء. انت سامعني. تاني تريك معانا الا وهي ما تخليش حياتك كلها مذاكره. طبعا في ناس بتحب ان هي تكون داخله محدده هدف ان هي عاوزه تكون معيده دكتوره جامعه والكلام ده كله، وده حاجه تحترم. بس حقيقي سنين الجامعه دي هي احسن سنين انت هتمر بيها، ودي حقيقه استمتع بيها. ما تخليش وقتك كله مذاكره وما تخليش وقتك كله لعب، وعلى حسب قدراتك، لان في ناس هتلاقي ان هي بتذاكر في اليوم ساعه ساعتين بتخلص كام انت ممكن انت بتذاكره في 10 ساعات عادي. دي حاجه من عند ربنا، وربنا مدي كل واحد قدره غير التاني. فانت لازم توفق بين الاثنين. عيش حياتك، انزل جيم، كون صحاب، اخرج اتفسح، صور كتير، لان اللحظات دي هي اللي مش هتتعوض فيما بعد. بصراحه فعلا انا اتفق معاك في الحته بتاعه التصوير دي. عايزين نعمل حلقه اصلا عن ازاي تذاكر. ماشي. اصل انا خلي بالك عارف الاله الكاتبه اللي يمسك انت لا يا عم. اللي عنا. ثالث تريك معانا الا وهي الاعجاب. طبعا انت تبقى داخل الجامعه، اول واحده هتقابلها، اول واحده عينك هتيجي عليها قصص الغرام هي اللي هتعجبك. فحقيقي يعني الموضوع مفيش حب، عشان ابقى جبت لك الموضوع من الاخر. اصل انت داخل واحد عندك 19 سنه ولا 18 سنه، هتلحق تحب امتى؟ يا ابني انت لسه ما نضجتش، انت عبيط يا اخي. يا عم ما تخليش اتغلب، ما تخليش اطلع لك بالشام. فبجد يعني هي الموضوع كله بيكون والله مجرد اعجاب مؤقت بالشكل الخارجي. يعني انت اصلا لا شفت تعاملها ولا الطريقه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، انت بس عجبك الشكل الخارجي. واللي بالمناسبه انت 60% مثلا من البنات اللي انت هتشوفهم هيعجبوك يعني. بالظبط. وانت طالع من مرحله اصلا لا عارف بنات ولا عارف اي حاجه، ولا انت بتشوف الصنف ده غير امك واختك، ولو شفتهم اصلا بيبقى ايدك بتعرق لو مسكت ايد واحده فيهم. بس كل الفكره بس انك انت ايه، عارف زي كده فلاح عجبته اضواء المدينه. وعلى فكره البنات للاسف ان انا اقول حاجه زي كده، بس البنات اغلبهم برضو اللي بيكونوا من سوهاج واسيوط والحتت دي كلها يعني، والصعيد عامه، بتلاقيهم ان هم كانوا في بيئه منعزله ومنغلقه، تمام،
فبتلاقي ان هم بيجوا بعد كده في جامعه هم المفروض عايشين لوحدهم، اعتماديين، بقى في حريه اكبر بكتير. فللاسف بتلاقي ان في برضه بنات بتنجر ناحيه الموضوع الاعجاب والحب والكلام ده كله، لان هي حاجات كانت هي بعيدة عنه، او كان في انغلاق زيادة عن اللزوم. وانا ما اقصدش ان الانغلاق وحش، لا، انا اقصد يعني في اماكن معينة في الصعيد بتكون مقيدة الحرية خالص، وان مثلا البنات ما تخرجش بعد الساعة 2 العصر والكلام ده كله. فبرضه يعني خلي بالك ان بجد بجد اغلب العلاقات اللي في الجامعة دي ما بتكملش. علاقات يا صاحبي، انت لازم تكون علاقات. دي بص، اهم علاقات اصلا علاقات الجامعة. مفيش غيرها اصلا في الجامعه. انت حرفيا انت بتقابل من اوعى كل، انا بتوزق. انت حرفيا بتقابل من كل اطراف المجتمع، اللي فوق واللي تحت والنص كل حاجه. وخاصه انت حتى لو يعني مقدم في جامعه كويسه والجامعه بتاعتك يعتبر في مكان راقي، فانت دي اسهل علاقات ممكن تعملها في الجامعه. والصحاب دول هم دول اللي هيكملوا معاك. 90% من الصحاب اللي انت هتكونهم في خلال فتره الجامعه دول هم دول اللي هيكملوا معاك. بتوع ثانوي دول خلاص اجلب. تريك رقم 5، نفس الكلام موضوع الصحاب، بس هنا حابب انوه على حاجه. يفضل ان انت ما توسعش دايره صحوبيتك، وسع دايره معارفك. يعني زي ما هو قال، انت يكون عندك علاقات، بالعكس كل ما تكتر من العلاقات يكون احسن. ولكن الصحاب حاول على قد ما تقدر اول اسبوع اول اسبوعين اتعلم ان انت كون زمايل، اسمع بس لحد ما تحدد انت مين شلتك، او انت مين الناس اللي انت هتكمل معاهم. لان اول سنه الدفعه كلها تقريبا كانوا صحابي، فاهم يعني. بعد كده انا حاليا اهو داخل سنه رابعه، تقريبا شلتي ما يعدوش ال10. تريك رقم 6، الذوقيات. في ناس طبعا تتغرب، وهنا ممكن الموضوع يكون اشمل اكتر للجامعات الخاصه، ان الشخص يبقى داخل الجامعه الخاصه فاكر ان هو اشترى الناس بفلوسه. فتلاقي ان الواحد دايما داخل الجامعه يقول لك انا هعمل اللي انا عاوزه ومحدش له عندي حاجه وبفلوسي، الحاجات دي كلها. فهي ما بتبقاش ماشيه كده. فنصيحتي ليك بجد ان انت تكون بني ادم ذوق وبني ادم اخلاق، دي هتفرق معاك وفي شخصيتك فيما بعد. بالظبط، خليك انسان سوي، جدير بالاحترام، محترم، خلينا انا كويس، قدير، لطيف، شجاع. عامل على تي. تريك نمبر 7 6 يا اسطى، ماني مانجمنت. تركية رقم 6 الا وهي اداره الاموال. الفكره كلها ان انت في حته الجامعه انت ما تكونش مسكت فلوس خالص قبل كده، وانت اتصرفت فيها يعني بنسبه 90% من الاشخاص يعني. فانت بتكون انت الوحيد المسيطر على الفلوس، مش بترجع بقى لابوك ولا لحد من كده ولا. فمن الحاجات اللي انت بتتعلمها في الجامعه ان انت ازاي تكون شخص مسؤول في حته اداره الفلوس دي. يعني انت بتكون بتعرف تنظم الدنيا رايحه منك فين وجايه منك فين، ما تصرفش فلوسك على حاجات مالهاش لازمه. ما مش كل حاجه كده تشوفها تروح متعلق بيها تقعد تجري وراها. انت هتطلع بره الكادر كده بس. طلع اجري وراها يبقى الواحد بيجي من ورا بس. فده بيخليك تعرف تظبط الفلوس بتاعتك. فانت خليك واعي من الحاجات دياتي من سنه اولى، لان انت في الغالب سنه اولى دي هتلاقي نفسك انت الفلوس بتمسكها من هنا تلاقيها بخرت. فاهدى صح والله في حته السجاير والدخان والكلام ده كله. يعني انت واحد ربنا قدرك وطلعت من ثانوي. يعني انت يا راجل يا عيل. انت والله العظيم بجد، بس واحد انت ربنا قدرك وطلعت من ثانوي بدون ما تحط سيجاره في بقك، ده في الافتراض ده يعني. ليه تدخل الجامعه تشرب سجاير لمجرد ان حبيبتك سابتك مثلا؟ ده تخلف. هي كده هترجع تخلف. يعني انت شربت ما شربتش ما خلاص يا ادتك يا ابني انا بشوف ناس اقسم بالله كيف بيذلهم ذل ابن حرام. والفكره ان هو عامل كل ما يكون مخنوق يروح ضرب رافع السيجاره. بالظبط. ما هو دي خلي بالك ده من اسباب الماركتنج بتاع سجاير. هم عرفوا يدخلوا لك منين. يقولوا لك واحد متضايق في التلفزيون، اول ما يتضايق يروح ماسك السيجاره. طب ايه علاقه دي بدي؟ فاكر نفسه توماس شيلبي. ولا ليه اي لازمه. يعني من ضمن النصائح برضو بتاعت الجامعه دي انك انت تستغل الحوارات اللي عارف المنتديات والمش عارف مين، عارف الانشطه الجامعيه دي خش فيها. ابعد. انا من رايي والله الكلام ده هلس يا ابني. سيبك من فكره كده،
عارف اللي هو المنتدى بتاع يوم يومين، مش الاسره. الاسر الطلابيه على فكره انا هيد لكوميتي في اسره، هو راس. والكلام ده على فكره ملوش اي تاتا لازمه والله العظيم. وانا الاسره دي انا هسيبها كده كده يعني. فما انا جربت لكم اهو، انتوا مش عايزين تقرأ، انا جربت لكم كلام عبيط. حاجات مالهاش لازمه يعني بصراحه. انا شايف عارف اللي هي شقط مقنن. بس ده انت يا انا داخلها عشان كده. انت عارف الحاجات دي بالظبط. فالحاجات دي برضو ملهاش لازمه. بس يعني ايه، عارف المنتدى بتاع اليوم الواحد اليومين، الكلام اللي بيخلص ده، مش اللي يفضل 60 سنه. شقط على صغير. كده مركز. اصل دي بصراحه اصلا بتجيب علاقات، بتخليك عارف الناس. يا اخي يا اخي يا اخي. يا اسطى بص الحركه دي، بص الترانزيشن ده تلاقي الطار دخل فيها. بس كده يلا، وبس كده خلصنا الفيديو. استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله، هنديكم تيبس اند تريكس للتعامل في السكن، ازاي تتعامل في السكن. طبعا هتواجهك مشاكل، خصوصا لو انت شخص مالكش صحاب، هتسكن مع ناس مغتربه او ناس مختلفه. فاستنوا الفيديو الجاي، وما تنسوش فولو اند وسكن الانبوبه يا اسطى اند لايك يا اسطى. ايه